السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبيبات القلب؟ والله يعني بصوا، انا عندي 4 اخوات صبيان وانا بنت وحيدة. بحس ان كل تعليق منكم جميل زيكم كده، بحس ان اختي بتكلمني. ربنا يديمكم ليا في حياتي ويديمني معاكم دايما يا رب. النهارده بقى نبدأ في اوضه البنوتة. بصوا بصراحة كده اوضه بنتي كانت مقلوبة فوقيها تحتيها، فقلت بقى ايه، كفاية كده، لازم ارجع شكلها حلو تاني. وقلت ايه، ابدأ تنظيف فيها مع بعض كده ونشوف هتوصل لايه، وتشوفوا شكلها في الاخر هيبقى عامل ازاي، هتبقى تحفة. ماشي، فقلت ايه، نبدأ مع بعض. دي البطاطين، طبعا الجو ابتدى يسقع، فابتديت تطلع البطاطين. البطانية موجودة والمروحة موجودة، الاتنين مع بعض عادي. بس كده ابتديت ألم الدنيا. عايزة أشكر كل حد ساب لي تعليق جميل زيه. وأسلوبكم الراقي، أسلوبكم الجميل جدا. وإن كان في نصيحة أو في فكرة أو في رأي أو في تشجيع أو في دعم، أي حاجة أي حاجة، بصراحة والله بشكركم من قلبي من قلبي من قلبي. والله يعني انتوا كل تعليق بيجيلي بيبقى دوت مصدر سعادة، ادخال السرور الى قلب المسلم. والله انتوا بالنسبة لي اي تعليق بيتساب لي بيدخل السرور لقلبي. ربنا يسعدكم ويفرحكم زي ما بتسعدوني وبتفرحوني وبتبسطوني بتعليقاتكم الجميلة، ويخليكم ويديمكم في حياتي يا رب دايما. وحشتوني، غبت كام يوم. هحاول الفترة الجاية زي ما قلتولي ان يبقى كل يوم انزل فيديو، هحاول الفترة الجاية على قد ما اقدر ان انزل كل يوم فيديو فعلا. بس الفترة دي طبعا انا كنت مضغوطة جدا وكنت مشغولة في كذا حاجة وجالي تعليق ان هم يعني عايزين يعرفوا ايه موضوع العربية. هعمل لكم فيديو مخصوص وهصور لكم شكل العربية. انا الحمد لله رحت فكيت حجزها، عملت مذكرة الإفراج وفكيت حجزها من جمصة وجبتها، هي تحت دلوقتي. هبقى أصور لها، هبقى أعمل لها فيديو وأنزله لكم وتشوفوها يعني. هي عربية ماروتي صغننة كده بس دمروها. بس أنا معايا عربية تانية بمشي بيها، بس دي اللي اتعلمت عليها السواقة، كانت كده جميلة. هوريها لكم. واي حد عايز يتعلم السواقه يا بنات، تبداوا في مانيوال. اولا تتعلموا مانيوال، ما تتعلموش اوتوماتيك. ماشي، اللي بيتعلم اوتوماتيك عمره ما يتعلم السواقه، خلاص هو ساق اوتوماتيك هيفضل ما بيعرفش يسوق غير اوتوماتيك. انما اللي بيسوق المانيوال بيعرف يسوق، واللي يسوق مانيوال يسوق اوتوماتيك بسهوله جدا لانها اسهل بكتير طبعا. بس فيبقوا اللي يتعلم الاول على مانيوال. حتى انا بنتي بتقولي يا ماما علميني، قلت لها اعلمك على مانيوال، مش هعلمك انا على اوتوماتيك. كده اهو ابتديت الم كل اللي كان على السرير طبعا. انتوا عارفين ان هي في اولى ثانوي، دي كتبها لمتها. هي بتقعد تذاكر اوقات على السرير، اوقات عندي ترابيزه وتتفتح وتتقفل على 3 كده، اوقات بتقعد عليها واوقات لا. وفي الكومودينو ساعات بتحط الكرسي وتقعد تذاكر عليه، واوقات اوقات لا، يعني هي بمزاجها. وفي ترابيزات الميني الصغنونه خالص دي اللي هي بتاعه العشاء يعتبر، اوقات تحطها تذاكر عليها اللي بتتفتح وتقفل، واوقات لا. يعني بصوا بمزاج، دي كده في دنيا تانية. مع انها على فكرة يعني كتير بيقول لو متعلمة وفي ثانوي مفروض تبقى بتحافظ ومش عارفة ايه. انا انا يمكن انا المشكله عندي ان انا مش حابه اضغط عليها وابقى عامل ضغط عليها، ان يبقى في نقر ونقر في البيت ومشاكل ونقعد نتخانق مع بعض. انتي ما عملتيش ده ليه، انتي ما خلصتيش ده ليه، انتي مش عارفه ايه. انا بحاول اوفر لها راحة نفسية في البيت، وان هي تبقى نفسيا مرتاحة. حتى لو هما هيبهدلوا، وانا ده هيجي عليا انا وهيجي على صحتي وهيجي على نفسي. ممكن يبقى فيه جزء غلط في وجهة نظري، بس انا شايفة ان البنت يا جماعة سيبوا البنات تتدلع في بيوتكم، سيبوا البنات تتهنى وتتبسط على خير اهاليها وترتاح على خير صحة اهاليها بمعنى اصح. انا لما تشقى من عندي في البيت، الجواز لوحده شقة ومسؤولية وبيت
وترويق وشغل ومروح ومجي وتربية أطفال، مسؤولية كبيرة ومذاكرة ودنيا، وأنا أبقى مشايلها الهم من صغرها في كلام من ده. طب هي تعيش حياتها امتى؟ تتدلع امتى؟ تتهنى امتى؟ معلش، لما انا مش هوفر لها ده في بيتي وهتتجوز مش هتشوفه في بيتها، لان كده كده الجواز لوحده مسؤولية ومسؤولية صعبة جدا. فازاي هتعيش؟ ازاي هتنبسط في حياتها؟ انا بصراحة بشوف ان لا، البنات تتدلع تتدلع، حتى لو هيجي على ما على حسابي. يعني انا بشتغل بره وجوه وبخلص اجراءات قانونية وبخلص حاجات مرورية. وبصوا يعني انا عاملة زي الاخطبوط، 100 دراع ودراع و100 رجل ورجل، عمالة من هنا لهنا 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 علشانهم. فانا شايفة ان البنت بصراحة لا، يعني معرفش يعني قولولي في التعليقات وجهة نظري صح ولا غلط، بس انا بحس ان انا ببقى محتاجة ان انا ايه، اتبسطوا، عيشوا وتهنوا وارتاحوا. وربنا يا رب يا رب يا رب يجعل اولادي واولادكم مرتاحين يا رب في حياتهم، في بيوتنا وفي بيوتهم، قادر يا كريم. بس انا بصراحة شايفة ان هما ايه، عيشي يومينك اهو. كلها كام سنة وهتشيل مسؤولية، كلها كام سنة وهتشيل الهم حرفيا. انا بنتي بتقولي لا انا عايزة اعيش معاكي، انا مش عايزة اتجوز، عشان مش هتلاقي الدلع ده، ما هي عارفة انا مش هتلاقي الدلع اللي انا بدلعه لها ده، هي مش هتشوفه في حتة تانية. فيبقى حتى عارفين انتوا لما تبقوا مدلعين ولادكوا عندكوا في بيوتكوا وبيروحوا وبيجوا تحت عينكوا ومؤدبين ومحترمين وعارفين الصح من الغلط، ما بيعملوش حاجة خارج الآداب والتقاليد والشرع والدين، أقسم بالله هيبقى تفكيرهم ساعة الجواز مش ان انا اهرب من البيت علشان خاطر انا عايزة اعيش حياتي. لا، انت اوريدي عايشة حياتك، وانا مش ضغطاكي في حاجة، لا مشايلاكي مسؤولية بيت ولا مشايلاكي مسؤولية حاجة، انا شايلة كل حاجة. وانتي عايزاكي لما تختاري فعلا عن كمال، عن كمال اللي هو ايه، ان انا متهنية في بيت ابويا، متهنية مرتاحة فيه، مش شايلة مسؤولية، مش شايلة حاجة، فانا مش متقدرة، مش متأزمة، مش شقيانة، فانا عايزة اهرب من الشقة اللي انا شايفاه بان انا اتجوز اي حد يجي. فيبقى اختيارها اختيار صح، اختيار بناء عن آه استغنى، عارفة اللي هو ايه، جواز غناوة كده، ان انا ايه، انا انا عندي كل حاجة، انا مرتاحة، بس انت لو هتزود راحتي وتخليني مبسوطة اكتر وسعيدة اكتر وحياتي اسعد اكتر، اوكي نلعب ونتجوز. انما ما كانش يبقى خلاص، يبقى تختار اختيار صح، مش اختيار هروب قد ما هو اختيار فعلا ان هي تفتح بيت وتعيش حياة زوجية. معظم البنات كانوا فعلا 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 بيتجوزوا وبيختاروا اختيارات غلط من فكرة ان انا مضغوطة من بيت اهلي، قومي واعملي وسوي وي 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 وي، ماشي، زائد تعليمي زائد حاجتي وزائد، فتيجي تبصي لا، خلاص مين هيريحني شوية حتى لو هي راحة مؤقتة. فانا بصراحة لا، انا مش معاكم في حتة ان البنت تعمل وي. لا، انا عندي انا اتعب واشقى شوية معاهم، بس هم يبقوا مرتاحين، دي نقطة. ثانيا بقى اني اكيد مش هطلع اعمل لك روتين في شقة نظيفة فلة اصلا لازم يعني انا كان ممكن انضف الشقه من ورا الكاميرا تنظيفه كويسه جدا اللي انا عملتها، واجي بعد كده اطلع لكم السرير يا دوبك هنعمل البطانيه كده وهنعمل الملايه كده وهنعمل مش عارفه ايه،
وخلاص. لكن انا شفت ان انا ايه، لا عادي، بيتي زي اي بيت، في بيوت فعلا بتتبهدل، في ظروف بتمر على كل بني ادم وكل انسان، والبيوت فعلا بتتبهدل. في فترة انت ممكن توصلي فيها لحالة من حالات الاكتئاب، ان انت فعلا 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 اياكش الدنيا تخرب ما تعمر. حرفيا انا قاعده، الدنيا تتشال تتنكد تتقلب فوق تحت، انا قاعده بتفرج، مش هعمل حاجه ولا هتحرك من مكاني. وفعلا بتبقى فتره اكتئاب صعبه، ومريت بيها وعديت بيها، وكانت فتره شنعاء 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 فعلا. وربنا يجازي كل بني ادم ممكن يوصل بني ادم لمرحله من المراحل دي، ان هو يبقى شايف حياته كلها بايظة، متدمرة، خربانة، ومش عارف يعمل حاجة. بتبقوا حاسين انكم متكتفين، كأنكم متربطين، مش قادرة تقومي من مكانك، مش قادرة تحركي من مكانك. لو قمتي بتقومي للشديد القوي، اللي هو انا عندي 3 عيال عايزين ياكلوا، فانا مضطرية ان انا اقوم من مكاني عشان يدوبك اعمل الاكل، اكتر من كده انا مش هعمل. فبتوصلوا فعلا اوقات لمرحلة اكتئاب، ربنا لوحده بس اللي بيبقى عالم بالإنسان في الوقت ده بيبقى عامل ازاي. بتبقى فعلا فعلا فترة صعبة، صعبة جدا. انا هنا قلت المية دي عاملاها ببريل وكربونات وملح ليمون، بنضف بيها الازاز والخشب، بقوم عصرة الفوطة عصرة جامدة قوي علشان الخشب ما يشققش، وببدأ ألم التراب كله من على الحاجة زي ما انتم شايفين كده. على فكرة الخلطة دي والله بتخلي الخشب بيلمع جدا، وبتشيل كل الأتربة. والبلكونة نضفتها وعملتها برضو زي ما شفتوا، زعفتها بالمقشة كده ونضفتها بالمقشة، ولميت التراب وكنستها. ودي كانت هدوم شتوي هخرجها لرسالة، هحطها يا اما تحت السرير دلوقتي لما اعمل الاوضه التانية، في الاوضه التانية يعني في مكان تحت السرير فاضي، يا اما هحطهم تحت السرير مؤقتا لغايه ما اتصل برساله، ولو كده يجوا ياخدوا الهدوم وشويه حاجات تانية. يا اما انا هبقى اخدهم في العربيه انزلهم واوديهم انا بنفس رساله. بصوا بصوا والله الخلطه دي يا جماعه، بس الفوطه اعصروها على قد ما تقدروا عشان الخشب ما يبص بعد كده. والله بتخلي ال الخشب بيلمع بيبرق. ربنا يا رب يفرح الناس كلها بأولادها ويسعدهم يا رب، وانا كمان يفرح قلبي ويسعده بأولادي يا رب، ويبارك فيهم ويحميهم ويحفظهم، انا وانتو كل أمة المسلمين يا رب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وحدوا الله بقى، لا اله الا الله. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام. اذكروا الله، قولوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دايما خلوها في بقكم، مريحة وبتهدي النفس من جوه، بتخلي فيه طمأنينة والله العظيم. واللي بيتكلم عن الحجاب يدعيلي بالهداية، يدعيلي بظهر الغيب كده ان ربنا يهديني ويهدي كل أمة المسلمين، ويكبر بخاطري ويكبر بخاطركم كلكم. هنا قلت اعمل الديب فريزر كمان بالمرة بقى، قلت المعه بالمرة علشان التبصيم مكان الصوابع، مكان ما بنفتحه وبنقفله، فقلت ايه بالمرة بقى يبقى مرة واحدة. وكان في الحيطة برضو مكان ما بيسندوا ويشدوا الباب بيتعافوا قوي على الباب، بقوم عاملاه. بوريكم بنتي كسرت الدرج للأسف. لو حد حصل مع الموقف ده قبل كده، انا الديب فريزر بتاعي اريستون، لو حد يعرف بس ازاي ان انا اجيب الوش، هو بيبقى بلاستيك والوش بس هو اللي باخ كده. لو تعرفوا ازاي اجيبه او منين اجيبه، او بيتعمل عمولة يعني، عرفوني بس الحل ايه، لان انا مش عارفة بصراحة، انا سايباه كده ومش عارفة طب الزقه بامير هيلزق ولا لأ.
طب اعمل ايه؟ وبرضه مش عايزة، انا فكرت في المادتين اللي بيقلب لونهم رصاصي ده، بس حسيت ان هيبقى شكله وحش قوي بصراحة، اللي يفتح الديب فريزر كده يبقى شكله شنيع. هنا قلت افرش السرير قبل ما امسح الارض. بحب انا احط الملاية تحت المرتبة كده بتبقى ماسكة نفسها. وهنبدأ نحط البطاطين. كنت خلصت ونزلت اروح اجيبهم من المدرسة، وقلت ارجع افرشها وامسحها. فرجعنا قالت لي انا هنام ساعة الاول، فنامت، فردت طبعا الدفاية تاني ونامت. ولما صحيت انا بقى ايه، مسحتها وفرشتها. اهو بصوا زي ما انتم شايفين كده. كان حد قال لي اعمل لنا فيديو عن ايه يعني سبب الانفصال وكده. بصوا الانفصال لما بيجي ما بيجيش من موقف واحد. عمر ما في واحدة ست يا جماعة بتخرب بيتها من اول موقف، ابدا 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 ابدا. بيبقى حصل مواقف كتير كتير كتير. دي نفس الخلطة اللي انا عملت بيها الخشب والمراية والازاز وكده. هي هنا كان في اسمنت في الارض، فجبت مفك، وابني جاب لي مفك، وهبدأ ان انا ايه اخبطه كده عشان يطلع. فسبب الانفصال ما بيبقاش عمر ما بيبقى اخر موقف هو ده سبب الانفصال خالص. هي بتبقى تراكمات من كل حاجة. بس انا بالنسبة لي كانت مشكلتي يعتبر الاكبر مش مع ابو الاولاد قد ما كانت بسبب مشاكل بيت العيلة. عمرها ما كانت سبب ان انا وهو، يعني انا بالنسبة لي هو انا كنت بعديله كل حاجة بيعملها، يعني كل حاجة ممكن تتخيلوها تتعمل انا كنت بعديها ومفيش مشكلة. انما كانت مشكلتي الوحيدة معاه ان هو يبدي حد عليا. انا في الاول كنت بعدي طريقة مامته وباباه وطريقة كلامهم واسلوبهم، واي مضايقة بتصدر منهم من باب بر الوالدين، ومن باب ان هم بابا ومامته، وانا مش هحط في موقف ان هو يختار بيني وبين بابا ومامته ابدا، علشان عارفة ان ده اختيار صعب، واني انا حاجة وهم حاجة. انا كبنت، ان انا كزوجة يعني ليه حاجة، وان هما كبابا ومامته دول حاجة تانية. الاب والام اب وام، والزوجة زوجة. دول مشاعر ودي مشاعر، دول حب ودي حب تاني خالص. واستحملت بصراحة منهم كتير كتير جدا. وجيت بعد كده لما توفوا الاتنين بصراحة قلت خلاص الدنيا بقى الحياة هتظبط وترتاح، ومش هيبقى في مشاكل، وكل واحد في حاله، اخته في حالها ومرات اخوه في حالها وانا في حالي. ابتدوا بقى طبعا يعملوا مشاكل ويعملوا ازعاج ويعملوا قلق، وكل حاجة يعملوا عليها مشكلة. ولما اجي اقول له معلش خلاص مش عارفة ايه، مفيش موقف. طب خلاص مفيش موقف، انت مش عايز تحط نفسك في الصورة بينك وبينهم. انا رد يتزعل، ويبقى انا اللي بعمل مشاكل، ويبقى انا مش عارفة ايه. لا عايزني انا ارد، ولا عايز هو يرد. وفي نفس الوقت احنا شايفة ان في حد بيجي عليا وعلى عيالي. فبالتالي لا خلاص انا استحملت آه ان انا اعدي مواقف باباك ومامتك، عشان دول باباك ومامتك، لكن مش هسمح ان انت تيجي عليا عشان خاطر سلفتي وخاطر اختك. هنا بقى نقطة من اول السطر. بس هي مشكلة الرجالة انه بيفتكر ان اللي بيعدي بيعدي في كل حاجة. انا بالنسبة لي واحدة عقلي طول ما مستوعب فكرة ان انا اقدر اعدي الموقف ده علشان ليه اسباب، انا بعديه. لكن اول ما بيصدر موقف انا بالنسبة لي ملهوش مبرر ان يتاخد الموقف ده، لا ما بعرفش اعديه. وبالتالي فعلا انا معرفتش اعدي الموقف ده، وقلت هنا كان بورس. يا جماعة اللي بيقولوا الشقة عشان كده يخش فرين ويخش بريسا وي وي وي، أنا في العاشر دي منطقة صحراوية. أول ما بنفتح البلكونة، لو فتحنا البلكونة ونسيناها وخرجنا ورجعنا، يعني أنا كنت مفتحة عشان خاطر بروق البلكونة والأوضة، وجي ميعاد نزولي ان انا اجيب الاولاد من المدرسة، نزلت عشان اجيبهم من المدرسة.
نسيت البلكونة مفتوحة، رجعت برص دخل. عشان احنا في منطقة صحراوية، ده الطبيعي، ده الطبيعي بتاع المكان اللي انا قاعدة فيه. ان في برصة وفي سحالي وفي تعالب بنشوفها واحنا ماشيين، وفي تعب بتاع كلاب كتير في المنطقة. كلاب وتعالب، موجود تعالب، وموجود ابرصة وعرس وسحالي وفيران، موجود. عشان احنا منطقة صحراوية، بس دي الفكرة. هنا وشديت التسريحة عشان اجيب من تحتها. كل فترة كده بزقها، مش كل بصراحة، واجيب السيف كده برضو معي. مش كل مسحة بصراحة، لا. كل فترة بقوم عاملة العملة دي، كل مثلا شهرين 3 اقوم عاملة الحركة دي، ان انا ازق التسريحة واجيب من تحتها واقوم مرجعها تاني مكانها. بس فبقول لكم، فالمشاكل بتبقى تراكمية، مش مسألة موقف ومن أول موقف الناس بتقوم خاربة بيتها. أنا واحدة طلبت الطلاق بعد 16 سنة جواز. مش البنت اللي لسه متجوزة مستحملتش سنة 2 3 وقمت مشيت وسبت بيتي. لا، أنا قعدت كتير. بس فكان ده السبب ان انا بتكلم، ان في حد قال لي عايزين نعرف يعني، واعملي فيديو مخصوص وكده. وهحاول ان شاء الله اول بس ما اكمل 1000 مشترك ويتفتح اللايفات عندي، هبدأ ان انا افتح لايف ونتكلم مع بعض ونعمل فيديو، وهرد على كل الاسئلة اللي انتوا عايزينها كلها. اي حاجة عايزين تسألوني فيها ساعتها اسألوني مباشرة وانا هرد عليكم في ساعتها. بصوا كده اهي. بصوا المسحة دي بقى بصراحة بتلم كل التراب، انكم بتشيلوا كل حاجة. يعني انا يعتبر ما شلتش السرير والكومودي والدولاب، غير كده بقيت الأوضة اتمسحت. اهو بنلم بقى كل المية والصابون، كل حاجة بتتلم. وبفرش الأوضة. أنا كده كده فرشة السرير، يا دوبك هحط السجادة اللي أنا هحطها دي ماما ادتاني وقالت لي خديها، بس ما قالتليش ان هي عايزة تتغسل بصراحة. على حس ان انا هفتحها، فانا خدتها منها، يا دوبك نكدتها وهي واقفة كده طنفتين 3. وبعد ما نكدتها وهي واقفة كده فرحت فرشتها وحطيتها. هي مفروض بيضة بيضة مش اوف وايت كده. بس قلت ان شاء الله باذن الله نبقى نعملها مع بعض. يا اما بصراحه هوديها المغسله، يعني يا اما هتشجع واعملها معاكم، يا اما هوديها المغسله. دي بقى لسه مش عارفه بصراحه هختار وهعمل مش عارفه. والتسريحه حطيت عليها البرفانات والمكياجات كده زي ما انتم شايفين. والاوضه كده اتفرشت، والفانوس بتاع رمضان والبرواز اهي. الأوضة هي زي ما انتم ما شايفينها كده. والكتب عملنا لها درجين، قلت لها حطيهم بقى في الادراج بتاعتها، تيجي تاخدي حاجة تاخديها من الادراج، ما تقعديش تحطي الحاجة على الكومودين وتسيبيها وتاخديها على السرير معاكي، كل حاجة تسحبيها من مكانها ترجعيها. وكنت غسلة خدتها. هدوم المدرسة، البناطيل فيها جيوب، حطوا فيها المناديل وقلت لهم اقلعوا وحطوا الهدوم في الغسالة. قاموا قلعوا وحطوا فعلا الهدوم في الغسالة بمناديلها. عيالي يا ما شاء الله عليهم، ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. بصوا بقول لكم ان انا في العاشر. بصوا منطقة صحراوية، بصوا تلاقوا قدامي في حبة صحراء كده، وقدامها دي مصانع وكارفور بقى قدام، ودايمون وسكاي. يمكن الاقي حد يطلع جار ليا يا جماعة، يمكن. بصوا قلت بقى انشر الهدوم بالمرة بتاعت المدارس الصبح، وبالليل بعد ما ده اول ما جينا انا حطيت الهدوم ونشرتها، وبالليل كانت نشفت ولمتها. اهو زي ما انتم شايفين كده.
المنشر ده جميل على فكرة يا جماعة. انا كنت الاول عاملة منشر خارجي في شقتي القديمة، بس بعد كده بقيت انشر على المنشر الداخلي ده. هبقى انزل لكم فيديو من شقتي القديمة، معايا فيديوهات في شقتي القديمة، كنت عاملة قناة قبل كده ومنزلة عليها فيديوهات. هبقى انزل لكم فيديوهات من هناك، ابقى اوريكم بقى شقتي القديمة والشقة دي. هنا ابتديت الم الغسيل بقى كمان قبل ما انام، قلت ادخل بقى المهم والم الدنيا كده بس. وقولوا لي ايه رأيكم في الاختلاف بين الشقة اللي انا كنت فيها والشقة دي، وقولوا لي انهي الاحسن. قولوا لي رأيكم ان شاء الله. وعموما انا لما اخلص الشقة اصور لكم برضو الشقة دي كاملة مرة واحدة على بعضها. كده الفيديو معايا بقى النهاردة خلص، ويا رب يكون عجبكم وانبسطتوا منكم، وما كنتش ضايقت حد بمشاكلي او قدرتكم بمشاكلي. انا عارفة انه ملكوش فيها ان انا انكد عليكم، بس والله انا بتكلم معاكم من باب الفضفضة، ان انا كأني بتكلم مع اخوات ليا. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم وارضاء.